اقوى بطولة في العالم واهم بطولة في العالم. انت دلوقتي بتتكلم في كاس العالم. في اقل من يومين بالظبط هتبدأ اقوى منافسة في تاريخ كرة القدم. 32 منتخب بيتنافسوا على اللقب. مونديال قطر 2022 يرحب بكم. قبل ما نخش في الموضوع ما تيجي نعرف حبة حاجات عن كاس العالم. انت فاكر ان كاس العالم دوت اقدم بطولة في التاريخ؟ فحب اقول لك لا، بطولة كاس الاتحاد الانجليزي هي اقدم بطولة في التاريخ اللي اتعملت 1871. كاس العالم لحد دلوقتي اتلعب منه 21 نسخة، واول نسخة كانت سنة 1930 كانت في اوروجواي، واللي فازت باللقب ساعتها اوروجواي، وكان ساعتها عدد المنتخبات 13 منتخب. ومن سنة 34 ل 78 كان عدد المنتخبات ساعتها 16 منتخب، ومن 82 ل 94 زادوا ساعتها بقوا 24 منتخب، لغاية لما وصل عددهم ل 32 منتخب من نسخة 1998 لوقتنا الراهن. بطولة كاس العالم بتتلعب كل 4 سنين، وفي نسختين اتلغوا، كانت سنة 1942 و 1946 بسبب الحرب العالمية الثانية. في خلال ال 21 نسخة بتوع كاس العالم في بس 8 منتخبات هم اللي فازوا بكاس العالم، وعلى رأسهم طبعا البرازيل اللي فازت ب5 نسخ، اولها كانت سنة 1958 واخرها كانت نسخة 2002. وتاني منتخب هو المنتخب الايطالي اللي واخد 4 القاب، اولهم كان سنة 1934 واخر بطولة كانت سنة 2006. بس للأسف ايطاليا بره المونديال للنسخة الثانية على التوالي. والمنتخب الالماني برضو 4 القاب، اولهم كانت سنة 1954 واخرهم كانت سنة 2014. والارجنتين واوروجواي وفرنسا كل واحد في رصيده لقبين، وانجلترا واسبانيا كل واحد في رصيده بطولة واحدة. ولازم تعرف ان في منتخبين بس هم اللي عرفوا ياخدوا البطولة نسختين ورا بعض، وهو ايطاليا 34 38 والبرازيل 58 62. في نهاية كل بطولة لكاس العالم بيتوزع 6 جوائز. الجائزة الاولى وهي جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في البطولة، والجائزة الثانية بتكون الحذاء الذهبي لهداف البطولة، والجائزة الثالثة بتكون القفاز الذهبي لافضل حارس في البطولة، ورابع جائزة بتكون افضل لاعب شاب تحت 21 سنة. خامس جائزة بتكون للمنتخب صاحب اللعب النظيف اللي هو خد اقل عدد كروت صفراء او كروت حمراء. واخيرا فريق البطولة اللي بيتكون من احسن 11 لاعب كانوا موجودين في المونديال. في نسختين بس في كاس العالم اتحسموا بضربات جزاء، وهو 94 البرازيل على ايطاليا و2006 ايطاليا على فرنسا. اكتر منتخب وصل نهائي البطولة ديت هو الماكينات الالمانية 8 مرات، والبرازيل وصلت 7 مرات، واكتر منتخب وصل نص نهائي المانيا ب 13 مرة. اكتر منتخب سجل اهداف في نسخة كانت في 54 كان المنتخب الالماني سجل ساعتها 25 هدف. ولازم تعرف ان البرازيل اكتر منتخب حقق فوز في تاريخ البطولة ب 73 فوز، وهو اكتر منتخب سجل اهداف ب 229 هدف. واكبر نتيجة في تاريخ كاس العالم كانت في نسخة 1982 اللي المجر فيها فازت على سلفادور 10-1. والهداف التاريخي للبطولة ديت هو كلوزا لاعب المنتخب الالماني بتسجيله 16 هدف. ومن اغرب الحاجات اللي بتحصل في كاس العالم وتحديدا في اخر 3 نسخ هو ان حامل اللقب النسخة الحالية بيخرج من النسخة اللي بعدها من دور المجموعات. فعندك ايطاليا 2006 هو حامل اللقب خرج من دور المجموعات في 2010، وعندك اسبانيا هو حامل اللقب في 2010 خرج من دور المجموعات في 2014، عندك المانيا هو حامل اللقب في 2014 خرج من دور المجموعات في 2018. الدور على فرنسا. النسخة الجاية بتاع قطر متوقع لها ان هي تكون نسخة مختلفة تماما، وهتكون افضل نسخة اتلعبت في الالفية الجديدة. فانت بتتكلم في استعداد البلد المنظمة للبطولة وهي قطر من 12 سنة كاملة استعداد من حيث كل حاجة، وقوائم الفرق كلها قوية، وفي كذا فريق مرشح للبطولة. فمن الاخر ما بقتش تعرف تقول ان في مباريات مضمونه او سهله، فمعظم الفرق مرشحه انها توصل لنقطه كويسه في البطوله. فكل ديت حاجات تخلينا نستنى بطوله عظيمه هتستمر لمده شهر كامل. في النهايه لو انت وصلت لغايه هنا واول مره تشوفني، فلو انت على الفيسبوك ما تنساش اللايك والفولو، ولو الحلقه عجبتك وعايز توصلها للناس اكتر وتدعمني فممكن شير، ولو على اليوتيوب فاللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان اي حاجه بنعملها تجيلك على طول. بكون شاكر لك جدا. وتابعنا لكاس العالم علشان في تغطيه ومحتوى يليق بحجم المونديال ويليق بحجم الناس الجميله اللي هتتابعنا، اللي هو انتوا طبعا. في النهايه ما تنساش تقول لي انت هتشجع مين ومرشح مين للقب في نسخه قطر 2022.